القصة الكاملة للأميرة السعودية مشاعل بنت فهد، ولهذا السبب تم إعدامها. لا تزال قصة إعدام الأميرة السعودية مشاعل بنت فهد هي الأكثر غموضا وإثارة للجدل، وتفتح الباب لعشرات الأسئلة التي قد تكون إجاباتها دفنت إلى الأبد مع جثمان الأميرة التي لم يتجاوز عمرها 19 عاما عندما تم تنفيذ حكم الإعدام بحقها في يوم 15 يوليو عام 1977. مشاعل بنت فهد ابن محمد ابن عبد العزيز آل سعود هي أميرة سعودية ولدت في المملكة العربية السعودية عام 1958 من عائلة آل سعود، وهي حفيدة الأمير محمد ابن عبد العزيز آل سعود. سنة 1977 تخرجت وهي في سن 19 عاما، وتحمل الجنسية السعودية وتعتنق الديانة الإسلامية مذهب أهل السنة والجماعة. تزوجت الأميرة مشاعل بنت فهد في سن مبكرة من رجل كثير الترحال، وفي عام 1977 خلال إقامة زوجها بالولايات المتحدة الأمريكية للدراسة طلبت الأميرة مشاعل من عائلتها أن تسافر إلى لبنان للدراسة في الجامعة، وأرسلتها عائلتها بناء على طلبها إلى بيروت عاصمة لبنان لتدرس بإحدى جامعاتها. وأثناء وجودها في بيروت وقعت الأميرة مشاعل في حب رجل سعودي هو خالد الشاعر مهلهل ابن شقيق علي حسن الشاعر سفير المملكة العربية السعودية في بيروت حينها، وبدأت علاقة غرامية بينهما بشكل سري. ولدى عودتهما إلى المملكة العربية السعودية اتضح أنهما اتفقان على الاجتماع بمفردهما في عدة مناسبات، واستمرت العلاقة بشكل سري قبل أن يكتشف أفراد من أسرة آل سعود الحاكمة العلاقة بينهما، ووجهت إليهما تهمة الزنا، ولأنه كان من شبه المستحيل طلبها الطلاق من زوجها لتتمكن من الارتباط بالشاب خالد التي أحبته، لذا قررت أن تهرب معه. فقامت الأميرة مشاعل بتزييف حادث موتها غرقا في مياه البحر بجدة، وكانت خطة الأميرة مشاعل أن تهرب بأوراق مزورة خارج المملكة العربية السعودية برفقة حبيبها خالد، ولكنها وبدلا من أن تتنكر في شخصية خادمة أو حتى امرأة سعودية عادية خانها تقديرها، وقررت أن تتنكر في زي شابا سعوديا. وفي المطار افتضح أمرها بسهولة، على الرغم من أن الأميرة مشاعل كانت تتنكر في زي رجل، إلا أن مفتش جوازات السفر تعرف عليها في مطار جدة، وباءت محاولتهما بالفشل وتم الإمساك بهما. وعندما ألقي القبض عليهما اكتشف رجال المطار إنها الأميرة السعودية المختفية مشاعل بنت فهد، وأعيدت بعد ذلك إلى عائلتها، وبالفعل تم القبض عليهما وتوجيه تهم ارتكاب الزنا، ثم تم اقتياد الأميرة مشاعل إلى المحكمة. ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية فإن تهمة الزنا تثبت أما بوجود شهود أو باعتراف المذنب عن طريق نطقه ثلاثا في قاعة المحكمة، وعلى الرغم من عدم وجود شهود بواقعة زنا الأميرة مشاعل وترجي عائلتها لها ألا تعترف بالذنب، إلا أن المفاجأة كانت برفض الأميرة مشاعل توصية أهلها
والعودة إلى حجرة المحكمة للاعتراف بالذنب 3 مرات متتالية. وفي يوم الجمعة الموافق 15 يوليو عام 1977 تم إعدام الأميرة مشاعل بنت فهد ابن محمد ابن عبد العزيز آل سعود والشاب السعودي خالد علانية في جدة بجانب مبنى الملكة في الحديقة، حيث تم تعصيب عينيها وإجبارها على الركوع. ورغم كونها أميرة من الأسرة الحاكمة إلا إنه تم تنفيذ القصاص بحقها، وأعدمت من قبل أفراد في الأسرة الحاكمة بطلق عيار ناري بعد أن اتهمتها الأسرة الحاكمة والقضاء بالزنا. وتم إعدامها بناء على تعليمات صريحة من جدها الأمير محمد ابن عبد العزيز آل سعود، وهو عضو بارز في العائلة المالكة، بسبب العار الذي جلبته على عائلتها. وتم إجبار الشاب السعودي خالد على مشاهدة إعدامها، وتم قطع رأسه بالسيف على يد أحد أقارب الأميرة مشاعل الذكور، وليس من قبل جلاد محترف. وتطلب قطع رأسه 5 ضربات. ونفذ الإعدامان بالقرب من القصر في جدة وليس في ساحة الديرة. فيلم موت أميرة استوحيت وفاتها والأحداث التي قادت إلى قتلها في فيلم دراما وثائقية أنتج في عام 1980، وهو فيلم موت أميرة، وقامت فيه بدور الأميرة مشاعل بنت فهد الممثلة المصرية سوزان أبو طالب، سوسن بدر، ومحمد توفيق في دور الأمير محمد ابن عبد العزيز، وعبد الله محمود، وسمير صبري، وصلاح جاهين، وتهاني راشد. وقد منعت السلطات السعودية وقتها المشاركين في الفيلم من دخول أراضيها، واضطرت الممثلة الرئيسية إلى تغيير اسمها ليصير فيما بعد سوسن بدر، بعد أن انصرف عنها المنتجون المتضررون من قوائم المنع. بث الفيلم على قناة تلفزيونية بريطانية، وتسبب في أزمة في العلاقات بين بريطانيا والسعودية، سحبت بموجبها السعودية سفيرها في لندن إنذاك، وطردت السفير البريطاني في الرياض، وشنت حملة سعودية ضد بريطانيا. تدخلت شركات النفط مثل موبايل وأدانت الفيلم وصناعه في إعلان ضخم في جريدة أمريكية، ومورست الضغوط من قبل الحكومات لمنع عرض الفيلم.